السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ النهاردة بقى نعمل مع بعضينا الساندوتش الجميل ده. اتمنى يا رب ان يعجبكم. سموه بقى الاسرح ساندوتش، ساندوتش المنقذ، اي حاجة. تعالوا بقى مع بعضينا هنشوف ده هيتعمل ازاي. معايا 3 مجات دقيق، من اللي هو الكوب المعياري. تمام. هحط عليهم معلقتين لبن بودرة، واحط عليهم معلقة سكر. هقلب كل المكونات دي مع بعضيها. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ودي ذرة ملح. معانا كوب الا ربع ميه. طبعا الدقيق من النوع لنوع بيختلف، فانت ايه، تحط الميه بحذر. هنا معايا معلقه زيت زيتون وانا نسيت احطها في الاول. وهنا حطيت بقى المج، يبقى ال3 كوبايات خدوا معايا مج. انا بخلي العجينه بتلزق في ايديا. هبدأ بقى هنا اقطعهم كور. في يوم مثلا لقيت العيش مثلا مقصر، مش مكفي، او ما عندكش عيش، تعملي دي الساندوتش ده. هي عامه. خلينا نشوف في الاخر وهنشوف احنا عملناها ازاي وعملناها بايه. هو بصراحه منقذ وجميل والاطفال هتحبه. اتمنى يا رب ان الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك. وطبعا حجمهم قدام الكاميرا، ان الكاميرا قريبه تحس ان حجمهم كبير، بس هم يعني متوسطين كويسين. اتمنى ان يكون الصوت واضح. هنا بقى عبل ما يختمر، هروح بقى على الطاسه اعمل الحشوه بتاعتها. معايا هنا طاسه على النار، ومعايا صدر فرخه مقطعاه مكعبات. هبدا اشوحه. احطه بس ياخد تشويحه، وما اقلبهاش كتير عشان الميه بتاعتها ما تنزلش. انا عايزاه دوبك تتشوح من تحت واروح قلبها الناحيه التانية. هبدا بقى احط البهارات بتاعتي. معايا هنا بابريكا، ومعايا بهارات فراخ، ومعايا كمون وفلفل اسمر. انا ما حطيتش هنا بابريكا، معلش معذرات. كمون وفلفل اسمر وتوابل فراخ، والتوابل اللي انت يعني حابه تضيفيها ضيفيها، بس انا بستكفى بدول يعني. نزلت هنا بالبصله، هسيبها تنزل ميتها وبعد كده هضيف قرن فلفل. ودي كانت الحشوه بتاعتنا. بصي الفطيره دي يعني ممكن تحشيها باي حاجه، بتقبل اي حاجه، خضار، جبن، اي حاجه. سهله جدا وسريعه، وبصي يعني منقذه فعلا. والاطفال عندي ولادي بيحبوها جدا. عندك مثلا صدر باقي مثلا في التلاجة، طلعيه واعمليه. هنا بقى اتشوحت اهيت، هبدأ بقى انزلها من على النار. معايا هنا جبنة موتزاريلا، ودي مش اساسية، لو مش عايزة تحطي براحتك. ومعايا زيتون،
والحشوة اللي احنا عملناها. هنبدأ بقى نفرد العجينة ونحط الحشوة جوه منها ونلفها رول، وعلى النار في الطاسة نحمرها. شوف العجينة لما سبناها ارتاحت، هي يا دوبك بتعجنيها وتحطيها ترتاح، عبال ما بتخلص الخلطة بتاعتها بتبقى هي خلاص خمرت، ما بتاخدش وقت اكتر من كده. تسيبها طبعا ترتاح، لان هي سوري، تسيب الحشو بتاعها يبرد، لان هنا معايا كانت لسه سخن، فكانت في العجينه ما كنتش قادره ان انا يعني كانتش حلوه، فانت سيبيها تبرد الاول. شوفوا كانت عامله معايا ازاي. هنبدا نعمل كمان واحده. لايكات بقى ما تنساني. من غير نشابه ولا اي حاجه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. مش متوفر عندك الجبنه ما تحطيش جبنه. خلاص كانت اخر واحده معايا اهي. تعالوا بقى على الطاسه، معايا طاسه على النار فيها زيت سخن. هنا كنت بصور بايد وبقلب بايد. هيعجبكم جدا بجد، جميل جدا وما بياخدش وقت خالص. ولو عندك صدر الفرخه طايب عادي بنفس الطريقه قطعيه واعمليه، يعني لو عندك صدر فرخه في التلاجة وطايب اعمليه برضه بنفس النظام. تبدأ بقى توقفيه من الجناب كده علشان كله ياخد لون زي بعضيه. شوفوا لونه عامل ازاي. وهنا خلاص كان خلص معايا. طبعا بقى زيني باي حاجه، انا كان عندي كاتشب. تعالوا بقى نشوفه من جواه عامل ازاي. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يعجبكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.